بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مرتضى منصور على كل ما تفعله للزمانة. الراجل ده مش عارف دماغه فيها ايه، سبحان الله. الراجل مفيش فلوس، والأرصدة كلها محجوز عليها، أرصدة الزمالك كلها محجوز عليها في كل البنوك. فمرتضى منصور قوم يعمل ايه؟ يقبض الموظفين. لو افترضنا ان مثلا 2000 موظف ولا اكتر من 2000 موظف في الزمالك، كل واحد بياخد 4000 جنيه مثلا او 3000 جنيه ايا كان. وفر الفلوس دي ازاي الشهر اللي فات والشهر ده؟ مستحقات لعيبه الزمالك هياخدوها، هيجيب الفلوس دي كلها منين؟ المدرب بيقبض المرتب بتاعه في ميعاده، برضه بيجيبه منين؟ مش عارف. لو اي واحد يا جماعه ماسك غير مرتضى منصور النادي، الصراحه غير مرتضى منصور، اي واحد غير مرتضى منصور، لو اي واحد قلبه على الزمالك وزملكاوي وماسك النادي غير مرتضى منصور، حقيقي مش هيعرف يعمل حاجه، هيقعد حاطط ايده على خده كده. ليه بقى؟ لان النادي الزمالك دلوقتي خلاص على وشك الانهيار. النادي محجوز على الارصده، مفيش لعيبه هتقبض، اللعيبه هتلاقيها بتتمارض، كل ده اكل عيشهم. هتلاقي الناس الموظفه ما بتقبضش، طب هتصرف على اسرتهم منين؟ اللي بيدي لعياله دروس مش عارف يدفع دروسهم، مش عارف ياكل، مش عارف يصرف على بيته، زائد ان مرتباتهم ضعيفه، 3000 جنيه يعني مرتبات ضعيفه. المدير الفني الاجنبي ملوش علاقه باي، يعني كل ده كوم، والمدير الفني الاجنبي بجهازه ملوش علاقه. ربه الشهر هيتاخر، هيروح شكيك وماشي. في 50,000 نادي غيرك ممكن يروح وياخد فلوس اكتر من اللي بياخدها معاك. كون ان مرتضى منصور يدبر كل الحاجات دي، الراجل ده يشكر، يعني نشيله فوق راسنا. اختلفت معاه اتفقت معاه، فالراجل ده يشكر انه بيعمل كل الحاجات دي. مفيش فلوس داخله النادي خالص. الراجل لما جه، نفتكر لما جه، انا كنت كان حازم امام بيتكلم ان دورة المية في النادي ما تصلحش للاستعمال الادامي. دورة المية ايام ممدوح عباس او غيره. يعني لو جبنا دلوقتي، لو مرتضى منصور مشي، عشان ما نتكلمش على ممدوح عباس وتبقى الحلقه ممدوح عباس ومرتضى منصور، ونقول مثلا اذا كان ممدوح عباس فشل في غيره، لا. لو احنا مشينا مرتضى منصور دلوقتي، مش مرتضى منصور مش موجود على الساحه، وجبنا واحد غير مرتضى خالص، تتوقع انه ممكن يحل الازمات بتاعت الزمالك دي؟ تتوقع ان يجي واحد في الجام مؤقته ما عندوش قيد وما عندوش لعيبه، وجايب مدرب ومفيش فلوس ومفيش اي حاجه وديون على النادي، تتوقع ان في خلال شهرين الفريق ينافس بناشئين، الفريق ياخد البطوله، المدرب بتاعه يعني مش عايز اقول لك ياخد مستحقاته، الفريق بعد ما النادي بعد ما يكون مديون ب 100 مليون ولا 300 مليون زي ما بنسمع، يبقى في وفر 200 مليون؟ مين يعمل كده؟ انهي عقل وانهي مخ يدير النادي زي ما بيديره مرتضى منصور؟ اللي يقول لك بقى عزبه وعياله شغالين، فاحنا ملناش علاقه. عزبه عياله شغالين في النادي، عياله بدل في نجاحات، خلاص بدل في نجاحات. مرتضى منصور حقق بطولات الزمالك. نتكلم عن كرة القدم بصفتنا، بنتكلم عن كرة القدم وبنحلل كرة القدم، فمحقق 4 بطولات في السنتين اللي ماسكهم. كان ممكن يعني بقى لما نتكلم كرة، نهائي القرن كان الزمالك ياخده مرتاح. حصلت فيه حاجات معلش، يعني حاجات يعني الناس تتذكرها كلها وتذكرها للناس. حكم اتشال، حكم الفار جابوا غيره. اللعيبه بتاعت الزمالك اللي اتصابت فجأة بكورونا، ال3 لعيبه الاساسيه مع ال3 لعيبه قصتهم من الاهلي 3 بالظبط كانوش اساسيين، ما كانوش بيلعبوا. ماشي. ضربه الجزاء بتاع اشرف بن شرقي اللي ما اتحسبتش في المباراه، السيطره التامه، لعب ضدك كمان الحظ، كره تيجي في العارضه، كره تتشاط ما لهاش لازمه تيجي جون بخطأ. فريق انت مسيطر على الماتش، خاصه الشوط الثاني تماما. يعني الراجل كل البطولات اللي دخل فيها معظمها، لما تجيب سير المباراة وتتكلم كورة، الزمالك يستحق. حتى السوبر الاخراني ده اللي الزمالك ما كانش في مستواه، ومش هنقول بطولة شرفية، ده احسن من الدوري، هنقول لكم كده عشان ما يقولش الاهلي بطولة شرفية ومش شرفية. هي شرفية بس تبقى البطولة تبقى ضعيفة لو الزمالك خد.
البطوله والاهلي خارج عن مستواه، والاهلي كمان واخد 3 4 بطولات افريقيه ورا بعض، فما بيلعبش بقى قد كده واللعيبه فيها اصابات. لكن لو الاهلي خد بطوله للسما، كاس السوبر اللي هو ماتش واحد اللي طلائع الجيش خدوا من الاهلي السنه اللي قبلها، للسما. طلائع الجيش خدوا من الاهلي، لعب دافع قدام الاهلي ودخل ضربات جزاء وكسب الاهلي وخلص. والاهلي قبلها كان واخد الكاس، نهائي الكاس من طلائع الجيش بضربات الجزاء برضه نفس الحكايه بالحصل. الماتش اللي فات نفس الحكايه. فاحنا بنقول لمرتضى منصور بصراحه نرفع لك القبعه، رئيس النادي الوحيد اللي حل مشاكل الزمالك في غمضة عين. عمل قناة عمرك ما كنت تتوقع ولا اي حد كنت تتمنى بس ان انت تعمل قناة وما تنافسش. تقول لك اعمل قناة او اشوف النادي، اشوف تدريبات النادي، اشوف اخبار النادي، اشوف النادي ماشي ازاي، المنافس بتاعي عنده قناة هيقول لك انت زيك منافس فوق خالص بامكانيات عالية جدا وجميع المنافسين اللي تحت كلهم زي بعضهم. لكن الراجل قدر صراحة يعمل حاجات كتير، يمسك النادي قرارات بقى، ديكتاتور مش عارفة ايه. هو الراجل بيقود النادي بدماغه وبينجح في الحوار اللي بيعمله ده، بيقف قدام كل الناس وبينجح. فانا صراحة احنا بنشكر مرتضى منصور على اللي بيعمله. صراحة احنا مش هنلاقي رئيس نادي زي مرتضى منصور، كون اختلفت معاه او اتفقت معاه في بعض الامور، عشان مش هو نبي معصوم من الخطأ مثلا، عنده مثلا حاجات تحفظات كل الناس بتتحفظ عليها، احنا بنتحفظ عليها وكل الناس كده عشان مش انبياء يعني، مش معصومين، كله بيخطأ. لكن الراجل بيقود النادي قيادة سليمة جدا. فاحنا بنشكره صراحة. شكرا مرتضى منصور على كل ما تعمله للنادي. شكرا ناس قالوها، شكرا فعلا موظفين النادي اللي قبضوا رواتبهم حتى لو اتأخرت يوم او 2، المهم انهم قبضوا رواتبهم، عندهم اسر. انا مش عارف والله العظيم الراجل ده بيجيب الفلوس منين. الراجل ده زي ما يكون بيطبع الفلوس دي انه يطلع من ازمه. وصراحه الناس المسؤولين واقفه بتتفرج على النادي. والله العظيم 3 لو الاهلي اتحجز على ارصدته يومين 2 بس الدنيا كانت انقلبت. وزير الشباب والرياضه طاهر ابو زيد، عشان ترجعوا ورا وتفتكروا بس، وزير الشباب والرياضه كان حل مجلس اداره الاهلي. رئيس الوزراء قال له ازاي ومش عارف ايه، وشالوا وزير الشباب والرياضه عشان ما نقولش الدوله تزملكت والدوله زملكاويه. لا، الزمالك بيتعامل نادي عادي جدا 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 غير الاهلي. يعني احنا بندخل البطوله، لما بتاخد البطوله احنا بنفرح بيها لان بنبقى واخدينها من قدام ناس كتير جدا، يعني ناس كتير واقفه ضدك، منظومات واقفه ضدك انها تعطي البطوله للاهلي عشان الشعب يبات مبسوط وفرحان. انهي شعب بقى؟ اغلب الموجودين مش فاهمين في الكوره. يعني اغلب الناس الاهلاويه تجيب 90% مش 80% مش عارفين حاجه في كره القدم. يقول لك انا اهلاوي، الاهلي هيلعب امتى؟ طب الاهلي مين؟ طب الاهلي انا عارف هيلعب وقت ما يلعب، وانا هشغل راسي بالاهلي على اكل عيش. مش في نهايه الفيديو بشكر المستشار مرتضى منصور تاني على دعم النادي وعلى رواتب الموظفين اللي اندفعت في ميعادها، وبقول لك شكرا شكرا شكرا، انت افضل رئيس نادي جيت في تاريخ نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.